السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض تدريبات من امتحانات المحافظات على الدرس الثالث واختبار تراكمي على ما سبقت دراسته من الوحدة الأولى، صفحة 107 و108. احنا كنا حلينا الجزء الأول من حل التدريبات. اللي لسه ما شافش الجزء الأول هتلاقيه عندك في الوصف تحت أسفل الفيديو. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع اصحابك لكي نستمر. السؤال الاول: لاحظ خريطة الوطن العربي التي امامك ثم اكتب مدلول الارقام التي عليها. واحد، اقليم المناخ. رقم واحد هنا في شمال السودان، اقليم المناخ الصحراوي الحار. الصحراوي الحار، يبقى اقليم المناخ الصحراوي الحار. انا عندي في الوطن العربي 3 اقاليم. في شمال الوطن العربي هنا على ساحل البحر المتوسط اقليم مناخ البحر المتوسط. في الوسط من الخليج العربي إلى ساحل المحيط الأطلنطي إقليم صحراوي حار. أما في جنوب الوطن العربي إقليم مداري. 2، يقع رقم 2 في الإقليم. رقم 2 هنا في الصومال، وسط الصومال وجنوب الصومال إقليم مداري، الإقليم المداري. 3، إقليم رقم 3 هنا في شمال العراق إقليم البحر المتوسط، يبقى إقليم البحر المتوسط. 4، المحيط اللي في غرب الوطن العربي ده المحيط الأطلنطي، يبقى المحيط الأطلنطي. السؤال الثاني: يكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1، تنمو حشائش الاستبس في مناخ إقليم البحر المتوسط. ديت صواب. حشائش الاستبس في البحر المتوسط. حشائش السافانا في الإقليم المداري. 2، يقع الوطن العربي في إقليم مناخي واحد. خطأ، لأن زي ما قلنا الوطن العربي بيقع في 3 أقاليم: بحر متوسط، صحراوي حار، مداري. 3، تقع مدينة الإسكندرية ضمن مناخ الإقليم المداري. برضو خطأ، مدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، يبقى إقليم بحر متوسط. 4، يتسم إقليم البحر المتوسط بصيف حار جاف، شتاء دافئ ممطر. صواب. إقليم البحر المتوسط حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. 5، ينتمي الجزء الجنوب الغربي من دولة اليمن للإقليم الصحراوي الحار. دي خطأ. الجزء الجنوب الغربي من دولة اليمن إقليم مداري، إقليم مداري. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1، أي من الدول التالية يقع شمالها في إقليم البحر المتوسط؟ الكويت، اليمن، الإمارات، مصر. طبعا دولة مصر. شمال مصر إقليم بحر متوسط. 2، تقع محمية أرز الشوف في دولة لبنان، يبقى محمية أرز الشوف في دولة لبنان. 3، تعيش الزرافات والأسود في الإقليم المناخي المداري، يبقى الإقليم المناخي المداري. 4، تميز إقليم البحر المتوسط في الوطن العربي بسقوط الأمطار في فصل الشتاء، يبقى إقليم البحر المتوسط الأمطار بتسقط في فصل الشتاء. أما الإقليم المداري الأمطار بتسقط في فصل الصيف. والإقليم الصحراوي الحار نادر المطر وقد تسقط الأمطار على شكل سيول. السؤال الرابع: أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. 1، يسود المناخ المعتدل في الوطن العربي بالأجزاء الشمالية، يبقى المناخ المعتدل في الأجزاء الشمالية من الوطن العربي. 2، تنمو حشائش السافانا في إقليم مناخ المداري، يبقى إقليم مناخ المداري. 3، يقع الإقليم المداري في الوطن العربي في جنوب الوطن العربي. السؤال الخامس: أجب عما يلي. 1، ما المقصود بالإقليم المناخي؟ الإقليم المناخي هو منطقة جغرافية من سطح الأرض تتسم بخصائص مناخية تميزها عن غيرها. منطقة جغرافية من سطح الأرض تتسم بخصائص مناخية تميزها عن غيرها، يبقى الإقليم المناخي هو منطقة جغرافية من سطح الأرض تتسم بخصائص مناخية تميزها عن غيرها. 2، ما العلاقة بين إقليم المناخ الصحراوي الحار ونبات الصبار؟ هقول له ينمو نبات الصبار في إقليم المناخ الصحراوي الحار. ينمو نبات الصبار في الإقليم الصحراوي الحار، يبقى ينمو نبات الصبار في الإقليم الصحراوي الحار. 3، ما النتائج المترتبة على تنوع الأقاليم المناخية في الوطن العربي؟ تنوع الأقاليم أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية.
أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. يبقى تنوع الأقاليم أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. نحل بقى مع بعض الاختبار التراكمي. السؤال الأول: لاحظ خريطة الوطن العربي التي أمامك ثم اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. 1 هضبة، رقم 1 هنا ديت هضبة أفريقيا الشمالية، أفريقيا الشمالية. يبقى 1 هضبة أفريقيا الشمالية. 2 جبال اللي على ساحل البحر الأحمر، جبال البحر الأحمر، البحر الأحمر. يبقى 2 جبال البحر الأحمر. 3 إقليم المناخ، رقم 3 هنا في جنوب غرب دولة اليمن، إقليم المناخ المداري. يبقى إقليم المناخ المداري. السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. 1 يمتد بحر الرمال العظيم بين مصر ودولة ليبيا. يبقى يمتد بحر الرمال العظيم بين مصر ودولة ليبيا. 2 يسود معظم أجزاء الوطن العربي إقليم المناخ الصحراوي الحار. يبقى معظم أجزاء الوطن العربي إقليم مناخ صحراوي حار. 3 تنمو أشجار الزيتون في إقليم مناخ البحر المتوسط. يبقى تنمو أشجار الزيتون في إقليم مناخ البحر المتوسط. 4 تعيش الأسود في إقليم مناخ المداري. يبقى تعيش الأسود في إقليم مناخ المداري. السؤال الثالث: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1 تهب رياح باردة على الوطن العربي شتاء قادمة من أوروبا، صواب. 2 ينتمي جنوب مصر إلى الإقليم الاستوائي، خطأ. جنوب مصر إقليم صحراوي حار. يبقى جنوب مصر إقليم صحراوي حار. 3 تقع محمية أرز الشوف في دولة الكويت، خطأ. أرز الشوف في دولة لبنان. يبقى أرز الشوف في دولة لبنان. السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 تعد محمية جبل علبة من المحميات الطبيعية في جبل علبة من المحميات الطبيعية في مصر. يبقى محمية جبل علبة في مصر. 2 يتسم مناخ الجزء الجنوب الغربي من اليمن. الجزء الجنوب الغربي من اليمن إقليم مداري. طب الإقليم المداري بيتميز بشتاء معتدل جاف وصيف حار ممطر. يبقى شتاء معتدل جاف وصيف حار ممطر. 3 نشأت جبال أطلس نتيجة جبال أطلس حركات التوائية. يبقى جبال أطلس نتيجة حركات التوائية. السؤال الخامس: أجب عما يلي. 1 اكتب نتيجة واحدة للموقع الفلكي للوطن العربي. الموقع الفلكي للوطن العربي أدى إلى وقوع معظم الوطن العربي ضمن الإقليم الحار ما عدا الأجزاء الشمالية فبتقع ضمن الإقليم المناخ المعتدل. يبقى أدى إلى وقوع معظم الوطن العربي ضمن الإقليم الحار الصحراوي الحار ما عدا الأجزاء الشمالية فبتقع ضمن الإقليم المناخ المعتدل. يبقى أدى إلى وقوع معظم الوطن العربي ضمن الإقليم الحار ما عدا الأجزاء الشمالية به فتقع ضمن إقليم المناخ المعتدل. 2 دلل يؤثر اتجاه المرتفعات على كمية المطر. الدليل هقول له: حيث تسقط أمطار غزيرة على منحدرات الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء، وتقل الأمطار على الجهات الداخلية للمرتفعات. يبقى حيث تسقط أمطار غزيرة على منحدرات الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء، وتقل على الجهات الداخلية للمرتفعات. يبقى تاني هقول له: حيث تسقط أمطار غزيرة على منحدرات الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء، وتقل على الجهات الداخلية للمرتفعات. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل الاختبار التراكمي على ما سبقت دراسته من الوحدة الثانية، واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.